السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكرة الأرضية مليانة بالظواهر الغريبة والمثيرة، واللي مش هتقدر تصدقها غير لو شفتها على الطبيعة. فلو رحت زيارة مثلا للقارة القطبية الجنوبية، هتلاقي بحيرة غريبة مليانة بالمية اللي لونها أحمر، ولو قربت منها شوية هتلاقي شلال ساحر بتخرج منه مية لونها أحمر، والشلال ده بيتسمى بشلال الدم، وهو موجود على الوجه الأمامي لنهر تيلور الجليدي الواقع في وديان ماكموردو الجافة في القارة القطبية الجنوبية. الشلال بس الرعب في قلوب زوار المنطقة اللي بيجوا علشان يستكشفوه، فالبعض كان بيظن إن في عدد كبير من البشر تم قتلهم في المكان، وإن اللون الأحمر المتدفق هو لون دماغهم. والمشهد يبدو أكثر رعبا من الطيارة، بحيث إنك بتشوف من فوق شلالات دم بتتدفق وبتصب في النهر. المنطقة هي واحدة من أغرب المناطق في العالم، وبيعتقد بعض العلماء إنه في البحيرة اللي بتسبب الشلال ممكن يكون فيها كائنات خارج كوكب الأرض بتتكيف مع الحياة في ظروف غامضة. تابع معانا الفيديو علشان نستكشف أسرار شلالات الدم. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب علشان نستمر في تنزيل الفيديوهات. القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا هي المساحة الكبيرة اللي موجودة في أقصى جنوب الكرة الأرضية، واللي بتقدر بحوالي 14 مليون كيلومتر مربع. بيغطيها التلج بنسبة 98% من كامل مساحتها بمتوسط سماكة 1.9 كيلومتر. عشان كده هي من أكتر القارات برودة على كوكبنا. وعلى الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي في العصر الحديث، إلا إن أنتاركتيكا بتعتبر أحد أكتر المناطق غموضًا على سطح الأرض، واللي مازال فيها الكثير من الألغاز والأسرار الطبيعية، ومن بينها شلالات الدم اللي موجودة شرق القارة القطبية. شلالات الدم هي واحدة من أروع العجائب الطبيعية الموجودة في القارة القطبية الجنوبية، وغير معروف للجميع تقريبًا، فهو مصدر المياه المالحة للون الأحمر اللي بتنبعث أحيانًا من نهر تيلور الجليدي. شلالات الدم طبعًا لونها أحمر، وده مش بيتناسب مع لون جليد القارة القطبية الجنوبية، وبيبلغ ارتفاع الشلالات دي حوالي 5 طوابق تقريبا في منطقة وادي ماكموردو الجاف، وهو أحد أكتر الأماكن برودة وقسوة على وجه الأرض، وهو مكان بيحب العلماء مقارنته بصحاري المريخ الباردة والجافة. شلالات الدم حيرت العلماء لحوالي قرن، بس النظرية الأكثر شعبية للون الشلال الغريب كانت الطحالب الحمراء، وده كان استنتاج معقول وقتها، بالنظر لأن الطحالب الملونة كانت سبب وراء تغيير ألوان وديان كتيرة في أنتاركتيكا. إلا أن النظرية دي طبعا كانت غلط، فبسرعة اكتشف فريق من الباحثين إن شلالات الدم كانت مرتبطة في الواقع بكبسولة تحت المية، واللي فضلت موجودة في المكان ده لملايين السنين. وده اللي نشرته عالمة الأحياء الدقيقة جيرمي كوكي، واللي مازال مقبول كأفضل تفسير لشلالات الدم في سنة 2009. وظهرت الاختبارات اللي أجراها فريقها إن مية الشلالات دي مفيهاش أي أكسجين تقريبا، وبيعتقد إن الشلالات بتتدفق من بحيرة محصورة تحت الجليد لنحو 2 مليون سنة. وبيؤكد عمل ميكوكي الآن في المنطقة وجود مناطق من المياه المالحة السائلة على عمق مئات الأمتار تحت شلالات الدم. بيبدو إن شبكة المياه الجوفية دي بتوفر نظام بيئي مخفي للحياة الميكروبية، واللي دفع العلماء للتساؤل عما إذا كان يمكن وجود نظام بيئي مماثل على كوكب المريخ. ومع ذلك بيشير الباحثون إلى أنه في حال لم يتم تجهيز مركبات استكشاف الكواكب مثل مركبة استكشاف المريخ بالمعدات اللازمة على متنها، فقد لا يتمكنون من استكشاف جميع أشكال الحياة الموجودة تحت السطح الجليدي لكوكبنا. وبتدعم نتائج الدراسة فرضية سابقة تشير إلى أن السبب في عدم اكتشاف العلماء الحياة على كوكب المريخ لحد دلوقتي هو إن التكنولوجيا الحالية ما بتقدرش دايما اكتشاف مؤشرات الحياة هناك، حتى لما تمر عربية استكشاف المريخ فوقها. فعلى سبيل المثال، لو هبطت مركبة استكشاف المريخ في أنتاركتيكا دلوقتي، فهي مش هتكون قادرة على اكتشاف الجسيمات النانوية الميكروبية اللي بتحول رأس النهر الجليدي تيلور لشلال أحمر. بيستضيف النهر الجليدي تيلور في أنتاركتيكا مجتمع ميكروبي قديم موجود على عمق مئات الأمتار تحت طبقات الجليد، والمجتمع ده اتطور في عزلة لآلاف السنين وربما حتى ملايين السنين، الأمر اللي خلاه حقل بحثي غني لعلماء الفلك اللي بيأملوا في اكتشاف أشكال من الحياة على كواكب أخرى.
اقترح الباحثين في الماضي إن نظام للمياه الجوفية المالحة العميقة قد يقع تحت الوديان الجافة، والمعروف منذ عقود أن له طبقة صقيعية خاصة بيه وشبكة فوق الأرض من البحيرات المتجمدة الصغيرة. دخلت ميكوكي وزملائها مع شركة سكاي تيم، وهي شركة مسح جيوفيزيائي محمول جوا، ومقرها موجود في دولة الدنمارك. استخدموا طيارة هليكوبتر لتحليق حلقة إرسال عملاقة فوق الوديان الجافة. اتسببت الحلقة في حدوث تيار كهربي في الأرض، وقام العلماء بقياس المقاومة للتيار لحد 350 متر تحت السطح. وبالطريقة دي حدد الباحثين منطقتين متميزتين، بحيث قد توجد مياه مالحة مركزة أسفل جليد القارة القطبية الجنوبية. وبيقول العلماء إن المياه الجوفية المخفية ممكن تخلق روابط تحت السطح بين الأنهار الجليدية والبحيرات. زي ما قلنا طبعا إن شلالات الدم موجودة في شرق القارة القطبية الجنوبية الممتدة من التلج الأبيض لحد الجليد الأزرق، وبين الأبيض والأزرق بتيجي شلالات الدم الشهيرة. الشلالات دي عبارة عن تصريف شديد الملوحة غني بالحديد. التصريف ده بيطلق خطوط مميزة من محلول ملحي أحمر من داخل النهر الجليدي لحد السطح المتغطي بالجليد لبحيرة بوني. كان عالم الجيولوجيا الأسترالي جريفيث تايلور هو أول مستكشف بيخبر العلماء بوجود شلالات الدم، وده كان في سنة 1911 خلال إحدى أولى الرحلات الاستكشافية في القطب الجنوبي. وفي الوقت ده أرجع تايلور بشكل غير صحيح إلى أن اللون الأحمر المميز لهذه الشلالات بسبب وجود الطحالب الحمراء، وفضل سبب اللون ده محاط بالغموض لما يقرب من حوالي قرن. لكننا دلوقتي عارفين إن السائل الغني بالحديد بيتحول للون الأحمر لما بيخترق السطح ويتأكسد، وهي نفس العملية اللي بتدي الحديد صبغة حمراء لما يصدي. واعتاد الباحثون على الاعتقاد بأن نهر تايلور الجليدي قد تجمد من السطح إلى قاعه، ولكن مع تقدم تقنيات القياس بمرور الزمن اتمكن العلماء من اكتشاف كميات هائلة من المياه السائلة شديدة الملوحة موجودة في درجات حرارة أقل من درجة التجمد تحت النهر الجليدي. بتسمح الكميات الكبيرة من الملح في المياه شديدة الملوحة للمياه بالبقاء في صورة سائلة حتى تحت الصفر درجة مئوية. فمن 2 مليون سنة تم حظر نهر تايلور الجليدي تحت السطح، اللي بيحتوي على مجموعة كبيرة من الميكروبات اللي بتعيش تحت طبقة سميكة من الجليد، وفضلوا هناك من الوقت ده معزولين داخل كبسولة من الزمن الطبيعي. بتتطور الميكروبات دي بشكل مستقل عن باقي العالم الحي، وموجودة في مكان ما فيهوش أي أكسجين أو حرارة كافية أو ضوء. البحيرة غنية جدا بالحديد اللي بيغير لون الشلال للون الأحمر، وبيجي الشلال الدموي من حفر صغيرة في البحيرة تحت الجليدية، وده من غير ما يلوث النظام البيئي. بيثبت وجود شلالات الدم إن الحياة ممكن توجد في أصعب الظروف على الأرض، وهو ما قد يؤيد إن الحياة ممكن توجد على كواكب أخرى ذات بيئات مماثلة وأجسام مياه متجمدة مماثلة. فعلى سبيل المثال على كوكب المريخ والمشتري ممكن تنشأ الحياة من سلسلة أحداث مختلفة. في النهاية أتمنى إنك تكون استمتعت بالفيديو واستفدت من المعلومات اللي قدمناها عن شلالات الدم. متنساش تسيب لنا رأيك في الكومنتات وتقترح لنا أفكار جديدة نعملها للفيديوهات الجاية. وبس كده، أشوفك الحلقة الجاية. سلام.